السلام عليكم يا ناس. اليوم موضوع حلقتنا عن فنان وضع بصمة في قلوب كثير من الناس، الفنان السوداني محمد الكناني. محمد الكناني أداء مميز، صوت دافي، غناه دائما كان بيحكي عن الحب والبلد والناس. بدايته كانت بالغنى الشعبي التقليدي لكن بطابع حديث. بدايته كانت متواضعة جدا لكن قدر يفرض نفسه بصوت مميز، وغنى كثير من الأغاني التي رسخت اسمه في الساحة الفنية. لو ركزنا شوية بنلقى الكناني ما بغني، بوصل إحساس. واحدة من الحاجات اللي بتميز الكناني عن غيره إنه ما بيجري ورا الصراعات، ملتزم بخط واضح ومركز على العمق والجودة ما على الشهرة المؤقتة. فيه طعم سوداني أصيل، خصوصا لما يغني باللون النوبي أو يدمج بين الحديث والتراث. كلماته دائما صادقة ما فيها أي تصنع، ولو سمعت له أغنية ممكن تحس إنه غناها لك أنت ذاتك. في عمل للكناني أنا ما قادر أتخطاها، جوانا أمل والحب الصادق. جوانا أمل خلفت وجع كبير لأطفال مرضى السرطان، وادتهم دافع معنوي للتشافي من المرض، وخلفت حاجة في ضمير الناس عشان يحسوا بأطفالنا ليه. أغنية الحب الصادق بتوصل إحساس وتجسد تمثال للأجيال للحب الحقيقي. أنا ما حقول لكم وصلنا لنهاية حلقتنا، أقول لكم ترحموا على روح قدمت نفسها في الخطوط الأمامية من حرب الكرامة للقتال من أجلنا، وكان لها دور كبير في نجاح جوانا أمل الجزء الثاني. الراحل الشهيد بإذن الله حاتم مامون له الرحمة والمغفرة. إلى كل من فقدناهم وهم في قمة الأمل، كلنا ذاهبون. لو يعلى السور نحن لا، لو غاب النور نحن الشعلة، فوق أي مرار نبقى الأحلى ونكون الكنز في الرحلة.